حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إدارة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا حلو صبح يا حلو طل وحلاوة شمسنا وإذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا على دي أيام ويا على الذكريات الجميلة اللي ما بتتنسيش أبدا. كانت دايما ماما الله يرحمها تصحى الصبح تشغل لنا الراديو. كان مزاج عند ماما الله يرحمها الراديو ده الصبح. نبدأ الأول كده بالصلاة على الرسول وسلمناش عليكم، عاملين ايه، أخباركم ايه، ونبدأ كده فيديو بتاعنا النهاردة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباحكم أبيض زي الفل، صباحكم معطر بذكر الله، ونهاركم أبيض زي اللبن الحليب. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايه لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة ايه، روتين كده خفيف كده في الشقة. كانت مامتي الله يرحمها زمان الصبح بدري، تصحى الصبح بدري تشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وبعدين بقت ايه، تشغل بقى إذاعة الشرق الأوسط، وتقعد بقى تسمع البرامج بتاعتها وهي شغالة كده في البيت. كنا نصحى من النوم نلاقي ماما مخلصة كل شغل البيت كله، ويمكن كمان تكون معلقة على الأكل كمان. الناس بتوع زمان دولت بصراحة يعني كان فيهم نشاط، وكان فيهم طيبة ونقاء وما اقولكوش بصراحة، يعني ما عادش حد بالشكل ده، والله العظيم الدنيا خلاص نقل خيرها فعلا. الدنيا ما عادش فعلا فيها خير خالص. الناس الطيبين اللي قلبهم ابيض، اللي قلبهم نقي، ما بيشيلوش ولا يعني بيشيلوش في قلوبهم لحد يعني شر، دولت خلاص. الناس ديت خلاص ما عادش زيها، ما عادش منها اساسا. الناس كلها دلوقتي في صراع مع بعضها، يعني مش عايزه اقول لكم كمان في صراع مع نفسها. الناس دلوقتي يعني بتتحدى نفسها وبتوجه نفسها للغلط. كل إنسان فينا، يعني كل إنسان جواه الحلو وجواه الوحش. فدايما بقى الأيام دي بصراحة الوحش هو اللي مسيطر على الناس، يعني الشيطان والملاك، والشيطان مسيطر، شوشو مسيطر على الآخر. الناس ما عادتش زي الأول، الناس ما عادش قلبها، يعني الناس بقت بتبص لبعض حتى في رزقهم. الناس بقت دلوقتي كمان بيحقدوا على بعض، يعني المثل اللي بيقول العين ما بتحبش اللي أعلى منها، فالمثل ده انطبق على الناس كلها. يعني الناس كلها ما تلاقي واحد، لما حد يلاقي حد أحسن منه بيحقد عليه وبيكرهه. ربنا يا رب يكفينا شر النفوس المريضة، ويبعد عننا أولاد الحرام، ويهدي كل من كان يا رب. المهم ايه، انا فتحت كده الشقه بتاعتي على الصبح كده. اظن بقى اللي متابعني واللي مش شايف معايا روتينات قبل كده هيعرف ان انا غيرت نظام الشقه. شلت السفرة بالبار، حطيتهم مكان الصالون، وحطيت الصالون بره في الصالة. بس بصراحة الشكل كده حلو قوي، وبصراحة أنا حسيت يعني إيه بتغيير في الشقة كده وبارتياح. طبعا ده روتين كده على الماشي كده، لأن أنا كنت طبعا شايلة العفش ده كله، وكنت غاسلة الشقة غسلة تمام وفرشت العفش. فقلت بقى أعمل معاكم روتين خفافي كده وندردش شوية ونتكلم مع بعض شوية. بس حطيتوا اللايك بقى ولا لسه؟ اللي ما حطش اللايك يلا يحط اللايك بسرعة. واللي بيشوفني أول مرة ياريت بقى ما ينساش يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. انا هنا بقى مسكت السفرة كده اديتها تنفيضة. انا طبعا بيتي على الطريق زي ما انتوا عارفين، فبيتي على الطريق، فدايما التراب مبهدلني. وبالذات بقى ان انا اول علوي كمان، يعني الدنيا بايظه عندي على الاخر. فاول ما فتحت لكم كده تحسوا ان الشمس كده عكست في الكاميرا بتاعتي، وما عدتوش شايفين اي حاجه. المهم ايه، ابتديت كده ان انا انضف طبعا التراب كله واطوق الدنيا بحالها. ده لازم التطويقه دي كل يوم، لازم كده امسك كده حتة كده فوطة أو قماشة وأنزل كده تنفيض كده وهبد كده على العفش كل يوم. وشقة حماتي بالمثل، اللي أنا بعمله فوق بعمله تحت، يعني ده روتيني كل يوم. أصحى الصبح كده أشغل الغسالة فوق في الشقة لو عندي غسيل عشان يتغسل كده مع نفسه، على ما انزل تحت اروق شقة حماتي. نفطر الاول انا وحماتي، والولاد طبعا في المدرسة. نفطر انا وهي، وبعدين انضف الشقه اللي تحت واعمل الاكل بتاعنا، وبعدين اطلع شقتي فوق اشوف بقى شقتي بقى، انضفها اطوقها، امسح، انشر الغسيل واغسل.
ده حالي بقى كل يوم. هنا بقى خلصت التنفيضة وخلصت كده، نفضت العفش كله. همسك بقى جبت المكنسة عشان أكنس بيها، أتشفط بيها بقى أي ترابة، أي حاجة بقى، أي قشرة لب. طبعا اللب ده عندنا بقى في الشتاء ما بينقطعش في أي بيت، طبعا أكيد كلنا كده في السهرة لازم، عن المخبوزات، عن الحلويات، عن الحاجات الدافية، السوائل الدافية، وكمان المسليات طبعا. لما هنطلع من الشتاء تخنانين على الآخر. لا احنا قررنا بصراحة، قررنا نعمل ريجيم، فادعوا لنا بقى ان ربنا كده يقدرنا وربنا يعيننا ونخس. المهم دي حاجات بقى طبعا بطلعها من تحت الكراسي وتحت الكنب، ده زي اي بيت عادي. اظن كلنا كده، صح ولا مش صح؟ ولا انا لوحدي ولا ايه بالظبط؟ لا بس ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان انا لوحدي كده، يعني ده كل ستات البيوت بنفس الوضع. المهم بقى كنست بقى كده، واجيب كده بقى تحت الكراسي كده. اهم المكنسه بصراحه بتشفط اي ترابه هتشفطها، يعني مش هتخلي اي حاجه، احسن من المقشه كمان عامه يعني. بس انا عامه يعني المكنسه بتاعتي كويسه وشفطها حلو قوي، فما بتخليش اي حاجه، بتشفط كله اهوت. اكنس بقى السجاده بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبشيلها كمان واعمل تحتها، لان الشراشيب دي ساعات بيبقى تحتها حاجات، يعني بتبقى منزله حاجات كده تحتها، فانا بشيلها كده عشان الشراشيب لو منزله اي يعني اي فرايا، اي ترابايه، اشفطها كده بالمكنسه كده تمام. وعلى فكرة كنت خلصت كمان اوض النوم وطبقتها. انا كنت على فكرة خلصت شقة حماتي كمان، يعني خلصت شقة حماتي تحت وطلعت، قلت بقى انضف الشقة كده واعمل معاكم روتين، بما ان انا فاضية بقى النهاردة، ما وريش حاجة، ما وريش الا انتوا بقى النهاردة. نعمل لكم روتين كده، بس عايزاكم بقى تشجعوني في الروتين ده، وتعملوا لايكات قد كده ومشاهدات كمان، وتكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. على فكرة انا عايزة اقول لكم كمان على قنوات، بصراحة قنوات حلوة قوي، قنوات يوميات نور، وطبخة مع سوسو، ومنوعات هالة ادم. بصراحة القنوات دي تحفة، واتمنى ان انتوا تتابعوهم، اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليهم كده وتتابعوهم. واللي هيروح بقى يتابع من عندي يا ريت بقى يقول لهم ان انتوا جايين من عند شيمو. تمام تمام يا حلوين. تمام كده خلصنا خلاص كنيس بالمكنسة. اوريكم بقى جولة في الشقة. ده اوضة الدروس دي بقى، دي اوضة المذاكرة. انا شايلة المفرش طبعا من على الترابيزة، عشان اللي يقول لي انت حاطة سجادة على الترابيزة، لا يا حبيبتي انا شايلة المفرش وحاطة سجادة، لان الولاد بيذاكروا عليها على الترابيزة دي، وبيكتبوا الواجب عليها، والمدرسين بيدوا لهم دروس، فكل ما مدرس يجي يشيل المفرش من على الترابيزة، فقمت جايه بقى حاطه لهم سجادة، بحيث يعني المفرش بيشوكهم، بيبقى فيه اللي هو التطريز ده بيبقى مزهقهم في عملت المذاكرة له في مرتب. الكتابة وكده، فالمدرس بيشيله. فانا حطيت له بقى سجاده عشان مش كل ما يجي بقى يشيل لنا المفرش. تمام تمام يا حلوين. وده بقى كان روتيننا النهارده، فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.